انتهى الشوط الاول تشيلسي وباريس سان جيرمان. انا كنت حاسس ان تشيلسي هتكسب. عامه الماتش لسه ما خلصش، لكن واضح ان الحر مأثر جدا على باريس، لان ده تاني ماتش يلعبه في فتره قليله في حر جامد. انا كنت في الماتشين يا جماعه، ويوم ماتش الاهلي وبالميراس كان نار جهنم. الحر صعب قوي، لازم السنه الجايه يعملوا حاجه في الحوار ده في كاس العالم للمنتخبات. مش اهم حاجه البث، الناس هتسهر كده كده في الصيف عشان تتفرج على كاس العالم يعني، فمش كل حاجه اوروبا يعني. ف تشيلسي عمل اللي باريس عمله في ريال مدريد. لعيبه باريس ضايعه النهارده، مش في الحاله. عثمان ديمبلي مش موجود، دياو دوي مش موجود، حكيمي مش موجود. في حاجه غلط، ممكن يشدوا الشوط الثاني. بس تشيلسي فرقه تقيله، مدربهم الايطالي مدرب جامد جدا جدا. هنشوف اللي هيحصل الشوط الثاني، وبعد كده نتكلم بقى على البطوله والذكريات اللي كانت فيها.